اليوم الشرطة السويدية سحبت الحماية عني. اليوم الشرطة السويدية سحبت المكان اللي كنت أنا أسكن به، المكان المحمي. الشرطة السويدية خلتني فريسة سهلة للمسلمين اليوم. الشرطة السويدية حاولت تساومني بحريتي مقابل حمايتي. نصا أخبرتني يجب أن أتوقف عن انتقاد المسلمين، يجب أن أتوقف عن التظاهر. أيضا وصلني أنه أهدد بفتح ملف لجوئي من قبل مصلحة الهجرة السويدية. اليوم أنا في مكان خطير جدا على حياتي، ممكن أن أنقتل بأي لحظة، ممكن أن أتعرض لأي شيء. لذلك أحمل مسؤولية أمني وسلامة حياتي الشرطة السويدية. ممكن أن أتعرض لأي محاولة اغتيال، وأنا مهدد من قبل دول إسلامية ومن قبل أشخاص، وذلك مثبت عند السلطات السويدية.